أثر حادث طريق السويس بمحافظة الإسماعيلية، وأسفر عن إصابة أبنائه الخمسة. 2 منهم للأسف في العناية المركزة، وبنته خرجت بالسلامة أميرة وكانت الجثمان. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. عارفة عربية الإسعاف شغالين معاه. ممكن اتكلم معاك؟ السلام عليكم. يعني دكتور مصطفى اكيد ليه معزه خاصه في قلوبكم. الناس اللي بتحبك كلنا اشتغلنا معاهم، كان اطيب قلب. استني لحظه خليكي معايا. يمكن حضراتكم اكتر ناس عاشرتوا دكتور مصطفى، لان شغله الطبيب ان هي بتبقى معاكم اغلب الوقت. دكتور مصطفى من احسن الناس اللي موجوده في مستشفيات قناه السويس، ومن اطيب قلبي. ما شفتش بني ادم في الدنيا دي رحيم بيه، عمره ما غلط في حد، ولو غلط في حد اساسا بيعتذر له في نفس الوقت. عشان تبقى عارفه من الناس، اولا كريم جدا، محترم جدا، خلوق. يعني مش عارفه اقول لك ايه بصراحه. ربنا يرحمه برحمته يا رب العالمين، امين يا رب. يمكن عشرت كتير. احنا كنا فريق الجودة بتاع دكتور مصطفى، هو كان المدير بتاعنا، احسن مدير اشتغلنا معاه في الهيئة، ولا عمره هيتعوض تاني. من اخلاق لطيبة لجدعنة لكرم لتواضع، عمره ما هيتعوض تاني. ويمكن احنا موجودين من جامع المطافي. الاهالي او الاسماعيليه كلها بتودع دكتور مصطفى طبيب الاسماعيليه الشهيد، يعني معروف دايما بكرم اخلاقه وطيبه قلبه مع الجميع، سواء مع اصدقائه وزمايله او حتى العاملين بالمستشفى. دكتور مصطفى راح يعني اثر حادث اليم هو وزوجته على طريق السويس، ويعني يمكن ربنا يلهم اهله الصبر والسلوان. بنته اميره كانت بتحضر الجنازه النهارده، ولكن يعني هناك طفلين يعني حالتهم حرجه في العنايه المركزه. نسال الله الشفاء العاجل لهم. بنشكركم، بنشكر كل متابعينا الكرام على المصريه نيوز. كان معكم نوران جمال من محافظه الاسماعيليه. رحم الله دكتور مصطفى وزوجته يا رب العالمين.